الزوجة رفعت خلع يبقى لازم تدفع مقدم الصداق. طيب مقدم الصداق ده يعني ايه؟ يعني المهر اللي بيدفعه الزوج للزوجة، وبيكون مكتوب في عقد الزواج، اما بيكون مكتوب صراحة وغالبا بيكون مكتوب 1 جنيه، او بيكون مكتوب الصداق المسمى بيننا. طيب الزوجة وهي بترفع الدعوة بتثبت ازاي؟ اما بيكون بالكتابة لو هو ساعتها مكتوب. طيب لو مكتوب الصداق المسمى بيننا تعمل ايه؟ بتحاول تثبت بمهر المثل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو اختها، بنت عمها، قريبتها في نفس مستواها المادي والاجتماعي، وكانت متجوزه في نفس الوقت، وتقدم لها مقدم صداق مبلغ معين، هي بتقدم ده كاثبات ان هي تستحق مقدم صداق المثل. ايه؟ طيب في حالة لو الزوجة قدمت مقدم صداق سوري وهي بترفع دعوى الخلع، راحت عملت إنذار بمقدم صداق السوري. يعني ايه سوري؟ يعني مقدم الصداق المكتوب في عقد الزواج غير مقدم الصداق الحقيقي الفعلي اللي هو دفعه. الزوج هيعمل ايه وقتها؟ قدامك 3 طرق. اول حاجه هتدفع بالسوريه في الجلسه وهتثبت الدفع ده في محضر الجلسه. تاني طريقه حضرتك بتطلب طلب عارض في نفس الدعوه. تالت طريق حضرتك بترفع دعوى سوريه مقدم الصداق. مين اللي بيقع عليه عبء الإثبات بسورية مقدم الصداق؟ الزوج هو اللي بيقع عليه عبء الإثبات. طيب الزوج بيثبت ازاي؟ بكافة طرق الإثبات، بمعنى شهادة الشهود، أو حضرتك ممكن توجه لها اليمين الحاسمة، أي دليل كتابي أو إلكتروني أو إقرار الزوجة، طبعا بالإضافة للقرائن القضائية. هل حكم الخلع يجوز استئنافه؟ الإجابة لأ. حكم الخلع هو حكم نهائي وبات، وده بالنسبة لجوهره المتعلق بالخلع نفسه. يعني إيه؟ يعني فسخ عقد الزواج نفسه، ده لا يجوز الاستئناف عليه. طيب بنستأنف في إيه؟ في الجزء المتعلق في الجانب المالي، ده يجوز استئنافه. يعني إيه الجانب المالي؟ يعني مقدم الصداق، ده بنستأنفه في حالة لو في نزاع. طيب لو الزوجة صدر منها غش أو تدليس، يعني أعلنت الزوج في عنوان غير صحيح رغم ان هي عارفه عنوانه الصحيح، والزوج قدر يثبت ده، او قدمت مستندات مزوره وثبت تزويرها، او صدر حكم بما لم يطلبه الخصوم. في الحاله دي من حق الزوج ان هو يرفع دعوه اسمها دعوه بطلان حكم. دي بتختلف عن الاستئناف، دي اصلا مش استئناف. طيب مين اللي بيقع عليه عبء الاثبات؟ لو صدر غش او تدليس او تزوير، الزوج هو اللي بيقع عليه عبء الاثبات، ولكن حضرتك بتثبتها بكافه طرق الاثبات. يعني بكافه طرق الاثبات يعني باي طريقه حضرتك تثبت بيها. ايه هي المحكمه المختصه بدعوى البطلان؟ المحكمه المختصه هي المحكمه المدنيه، مش محكمه الاسره. اعرف حقوقك، الامر بالغ الاهميه.